المنصورة وكهرباء الإسماعيلية، وفوز وتعادل 1-1 بعد ما كان المنصورة فايز ومتقدم 1-0، ولكن الكهرباء تمكن من التعادل لتنتهي المباراة 1-1. المنصورة طبعا مع الكابتن ياسر عبد الواحد، وكانت المباراة في ملعب نبروه بعد رحيل الكابتن علاء نوح. كان يمني نفس جمهور المنصورة العظيم إن هو يخرج بالثلاثة نقاط، ولكن انتهت المباراة بالتعادل 1-1. بص المنصورة بعد هذا التعادل، المنصورة بعد التعادل ده أقول لك بقي في المركز ال17 برصيد 18 نقطة في الأسبوع ال22، والكهرباء بقي 35 في المركز الخامس. أستاذ ياسر عبد الرازق معنا مباشرة من المنصورة. طبعا كانوا يمنوا النفس في المنصورة أن يأمنوا نفسهم شوية بأنهم يتعدوا راية اللي اتهزم من السكة الحديد السبت، فكانوا داخلين المباراة أنهم ياخدوا ال3 بونت ويعدوا راية، ولكن كانوا متقدمين وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. أستاذ ياسر عبد الرازق. كابتن عبد الله زيدان، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. أقيمت عصر اليوم مباراة هامة ومباراة قوية جمعت بين اثنين من أبناء المنصورة. الأول هو ياسر عبد الواحد المدير الفني لنادي المنصورة، والثاني هو ياسر الكناني ابن نادي المنصورة والمدير الفني السابق لنادي المنصورة والمدير الفني الحالي لفريق كهرباء طلخة. بدأت المباراة قوية وسريعة من فريق المنصورة، وسيطر على معظم فترات الشوط الأول، ومن خلال الضغط على مرمى كهرباء الإسماعيلية نجح فريق المنصورة في الدقيقة 25 في تحقيق الهدف الأول من خلال لاعبه حاتم مولر، وحاول بعدها فريق كهرباء الإسماعيلية جاهدا إدراك التعادل، إلا أن صافرة الحكم عمرو الشناوي أنهت الشوط الأول بفوز المنصورة بهدف مقابل لا شيء. شهد الشوط الأول اعتراضات قوية جدا من الجهاز الفني بقيادة الكابتن ياسر الكناني على حكم المباراة، وهذا ما رصدته عدسات محترفين بلدنا وتم إذاعته بالفعل على صفحة محترفين بلدنا. في الشوط الثاني أجرى الكابتن ياسر الكناني عدة تغييرات ونجح من خلالها اللاعب محمود دعبسة في الدقيقة 49 من إحراز هدف جميل حين اخترق دفاعات المنصورة من جهة اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك قوية أرضية زاحفة، عجز شيكو حارس المنصورة عن التصدي لها. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنصورة إلى 18 نقطة في المركز ال17، وارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى النقطة ال35 في المركز الخامس. وتوقف تحكيم المباراة اسمح لي أن أقول أسمائهم: كابتن عبد الناصر الحكم عمرو الشناوي للساحة، وهشام صبري مساعد أول، ومحمد سبير مساعد ثاني، ورزق بهنس حكما رابعا. هل في اي تصريحات من العميد محمد بسيوني بعد المباراه؟ يعني انا عارف ان هو يعني لسه بدري، انت دلوقتي الهابط طبعا، انت عارف فرقتين، ف3 فرق، فديروت وسبورتنج يمكن الاقرب، وطنطا الدنيا صعبه شويه، وانت داخل في الموضوع مع رايه. يعني طمن الناس، يعني ماذا قال رئيس النادي؟ تصريحات كابتن عبد الناصر زيدان الذي طبعا بعد المباراه كان هناك يعني حزن على الجهاز الفني وعلى سياده العميد بسيوني، والذي تحدث معنا بالفعل هو الكابتن اشرف الموجي المدير الرياضي من نادي المنصوره والقائم باعمال مدير الكره. وكابتن اشرف الموجي قال ان المنصوره اضاع فرصه الفوز ولم يستطع الحفاظ على هدف التقدم، ولكنه راضي عن النتيجه لانه مع فريق قوي ينافس على الصعود ويمتلك خط هجوم شرس هو الأكثر تسجيلا في دوري المحترفين، حيث أن فريق كهرباء الإسماعيلية بعد هدف اليوم وصل إلى الهدف رقم 43، وبالفعل هو أقوى خط هجوم في دوري المحترفين. وعن صعوبة موقف المنصورة ووجوده في منطقة الخطر أجاب كابتن أشرف الموجي بأن المنصورة لن يهبط بإذن الله، وسوف يتقدم الفريق في جدول الترتيب وتتحسن النتائج خلال الفترة القادمة. من المقرر كابتن عبد الناصر أن يلتقي المنصورة في الجولة القادمة مع فريق الترسانة يوم الجمعة القادم، بينما سيواجه فريق كهرباء الإسماعيلية نظيره راي.
يعني كمان خليني اقول لك ان الدنيا صعبه جدا. يعني المنصوره هيلاعب مين الماتش الجاي يوم الجمعه؟ الترسانة في بيت عقبة. يا لهوي، ماتش ضرب نار. قوي اه جدا. في حين عشان اني كده الكابتن اشرف قال احنا ما فيش راحه وهنبدا من بكره، لان احنا بنلاعب فريق عريق، فريق ليه اسمه، وفريق بيبقى قوي وشرس جدا على ملعبه. طبعا. عموما يا جماعه، اكد لحضراتكم المنصوره بالنقطه اللي خدها من مباراه الاسبوع 22 امام الكهرباء على ملعبه في نابارو، ب 18 نقطه في المركز ال 17، في حين كهرباء الاسماعيليه اصبح في المركز الخامس برصيد 35 نقطه. شكرا جزيلا استاذ ياسر عبد الرازق.